خلصت على جوزها بمساعدة عشيقها بعد 12 يوم جواز بس. رسمت خطة شيطانية ونفذتها بالحرف الواحد، وافتكرت إنها بقت حرة، لكن غلطة صغيرة كشفت كل حاجة ووقعتها في شر أعمالها. ولاء بنت جميلة من أسرة متوسطة، كان أبوها نفسه إنه يجوزها واحد يأمن لها حياتها ويكون عنده شقة وما تتمرمطش. عشان كده كان بيتقدم لها ناس كتير، خاصة إن هي كانت جميلة، لكن والدها دايما كان بيرفض وكان بيدور لها على الشخص المناسب. لكن بالصدفة ولاء اتعرفت على محمد، عنده 25 سنة، بيشتغل سواق توك توك وكان بيوصلها المشاوير، وحصل ما بينهم إعجاب وبقت على طول بتركب معاه، والإعجاب تطور لعلاقة حب، وطلبت منه ولاء إنه يجي يتقدم لها. لكن محمد قال لها إن معهوش أي إمكانيات مادية وما يقدرش يجي يتقدم لها وهو ظروفه المادية صعبة كده، خصوصا إن هو شغال على توك توك. في الوقت ده اتقدم لولاء واحد اسمه حمادة، موظف في العاشر من رمضان في شركة أدوية، عنده 30 سنة وعنده شقته اللي في العاشر من رمضان، ومحترم ومهذب. ولما سأل أبوها عنه لقى إنه عريس محترم، وخساره إنه يروح من إيديهم وسمعته كويسة جدا. لكن ولاء قالت له إن هي مش بتحبه، وإنها بتحب واحد تاني عرفته عن طريق صاحبتها، وإنه عاوز يجي يتقدم. فقال لها مفيش مشكلة، خلي الشخص التاني ده يجي يتقدم، لكن أهم حاجة إن ظروفه تكون مناسبة. ولما جه محمد يتقدم سأل أبو ولاء عن ظروفه المادية، فقال له إن هو بيشتغل على توك توك، وإن هو ما عندوش إمكانية إنه يشتري شقة أو يأجر شقة، وإن هم هيضطروا يعيشوا مع أمه وإخواته، وإن ما عندوش وظيفة ثابتة وبيشتغل على التوك توك. طبعا أبو ولاء ما عجبوش الكلام، وقال لها إن محمد ده ما ينفعش وإن هو هيمرمطها معاه، وقال لها من وجهة نظره إن حمادة هو العريس المناسب. لكن ولاء قالت له إن هي بتحبه وهي ما عندهاش أي مشاكل إن هي تعيش مع أمه وتضحي في أول حياتها. هنا غضب أبو ولاء ومنعها من الخروج إلا مع أمها، وحبسها في البيت، وقال لها إن هي مستحيل تتجوز محمد ده وإنها هتتعب معاه في حياتها. لما أبو ولاء ضيق عليها الدنيا ما بقتش عارفة تخرج ولا تيجي، قررت إنها تتجوز حمادة غصب عنها عشان تخلص من تحكمات أبوها. وحمادة لاحظ بعد الخطوبة إن هي بتتعامل معاه بحدود، وإن هي بتكلمه بحدود، ولما قال لأهله، أهله قالوا له يمكن هي مؤدبة وبتتكسف ولسه بس مش واخدة عليك. وطول فترة الخطوبة اللي هي كانت سنة، كانت ولاء لسه مستمرية في علاقتها بمحمد سواق التوك توك، وكانت بتخون خطيبها وما كانتش بتديله أي فرصة إنه يقعد معاها أو يتكلم معاها. كانت بتتعامل معاه في أضيق الحدود. وتم الجواز وقعدوا في المنيا أسبوع، وبعد كده اتنقلوا لشقتهم في العاشر. لكن ولاء فضلت مستمرية بعلاقتها بمحمد لحد ما عرض عليها محمد إنه يجيلها البيت ويعمل معاها علاقة. وهنا ولاء رفضت وقالت له إنه مستحيل تعمل حاجة حرام، وإنه لو عاوزها ما عندوش أي حل إلا إنه يخلص على جوزها، وبكده هتورث هي الشقة وتبقى أرملة، وساعتها أبوها مش هيقدر يقف قصادهم. وبدأ يرسموا الخطة وينفذوها، واتفقوا إن ولاء هتطلب من جوزها يمشيها ويخرجها في مكان معين اللي هيقول لها عليه محمد، وهيكون مستنيها هو وواحد صاحبه ويخلصوا على جوزها. وبعد مرور 12 يوم جواز بس، ولاء طلبت من جوزها إن هو ياخدها لشارع معين يتمشوا فيه عشان سمعت إنه فيه محلات كويسة. وحمادة وافق وأخدها الشارع، ولكن اللي ما كانش يعرفه إن في جزء ضلمة كان مستنيه محمد في التوك توك ومعاه صاحبه كريم. وأول ما شافوه مسكوا خشبة كبيرة وخبطوه على راسه من ورا. في الأول افتكرهم حرامية وطلب من ولاء إنها تجري وتستنجد بأي حد، لكن مسكوا كريم وفضل محمد يخبط فيه لحد ما فارق الحياة وسابوه على الأرض. وفي نفس الوقت ولاء كانت مجهزة ذهبها اديته لهم عشان يبان الموضوع إن هي وقعت سرقة. بعد كده صرخت ولاء واستنجدت بالناس وقالت لهم إن هي مش من هنا، وإن في ناس هجموا عليهم وسرقوا جوزها وخلصوا عليه. لما الناس اتلمت واستدعت البوليس، بدأ البوليس يحقق مع ولاء. قالت لهم نفس الكلام، هجم عليهم 2 بتوك توك وإن هم طلبوا ذهبها، لكن جوزها رفض يديهم الذهب وقاوم، عشان كده خبطوه بالخشبة وخلصوا عليه. لكن هي ادتهم الذهب على طول وطلبت منهم يسيبوها تعيش، عشان كده ما أذوهاش وخدوا الذهب وجريوا. ولما سألها البوليس على أوصافهم قالت إن الدنيا كانت ضلمة وإن هي مش فاكرة أي حاجة من أوصافهم لأنها كانت خايفة ومرعوبة. بدأ البوليس يحقق في الموضوع، لأن حمادة كان شخص حسن السمعة جدا وما عندوش أي مشاكل مع حد. وبدأ البوليس يعمل تحرياته عن ولاء، خصوصا إن تقرير الطب الشرعي قال إن الخبطة اللي كانت سبب في الوفاة كانت خبطة من الخلف، وده معناها إنه ما قعدش ولا تفاوض معاهم، وإلا كانوا خبطوه من قدام مش من ورا. وبالتحري عن ولاء من بعض الجيران في منطقتها الجديدة، قالوا إن كان في شاب بيجي لها غير جوزها وبيقف معاها في آخر الشارع، وإنهم لاحظوا الموضوع ده مرتين أو 3 في الأيام القليلة اللي هم كانوا عايشين فيها في الشقة.
وبسؤال أهل ولاء وجيران ولاء في المنيا قالوا إن هي كانت على علاقة بشاب اسمه محمد، وإن أبوها رفضه وإنه حبسها في البيت بسببه، واضطرت بعد كده إن هي تتجوز حمادة. بعد القبض على محمد والضغط عليه اعترف إنه نفذ خطته الشيطانية اللي رسمتها ولاء بمساعدة كريم صاحبه، عشان كان عاوز يتقدم لها بفلوس الذهب دي ويتجوزها بعد ما تبقى أرملة ويعيشوا في الشقة. واعترفت ولاء بعد الضغط عليها بخطتها الشيطانية إنها تتخلص من حمادة. اتحكم على محمد بإنهاء الحياة، واتحكم على كريم وولاء بالمؤبد 25 سنة، عشان تبقى ولاء العروسة اللي خلصت على جوزها بعد 12 يوم جواز بس.